السلام عليكم ورحمة الله. أنا أقمت في مصر سنوات طويلة متفرقة متقطعة. في سنة من السنين كان معي أهلي وبناتي، آتي البنات بما أقدر عليه. كل ما دخلت لعبة جديدة أو طرفة فأصررنا عليه، كنا ثلاثا، أنه بدنا ال ال هذا لعبة العبد الأسود اللي له طربوش أحمر. يا ربي شو هذا العبد الأسود له الطربوش الأحمر؟ حاولت أن آتيهن بما هو أغلى وما هو أنفس، إلا هذه ما يقبلنا إلا بهذا. ما كنت أعرف إيش هو. كنت مرة بعد هذا أجول حول البيت، وكنا نقيم في الروضة بين فرعي النيل عند جسر جسر الملك الصالح، ذاك بيقولوا كبري، ومشت الكلمة هنا كبري كلمة تركية. يا إخوان، لماذا نستعمل كلمة غير عربية ونحن عرب؟ قولوا جسر. فوجدت بائعا على عربة عنده هذه اللعب، هي لعب رخيصة ومصنوعة من هذا الجبس، يعني صناعة رديئة ما لها ميزة أبدا، لكن تعلق بها الأولاد. اشتريت لهن منها وفرحت لما وجدتها. بعد أن تعبت قليلا أقول لكم ما وقع معي. لحقني ولدان صغيران بسن بناتي، وجعلا ينظران لهاللعبة هذه مثل ما ينظر، يعني كيف العاشق ينظر إلى المعشوق إذا كان أسره العدو. فترددت أنا، خطر في بالي أن أدفع اللعب إليهم. تصورت بكاء أولادي بناتي وألمهن، ويمكن ما أجد البائع مرة ثانية. هذه الوحدة بقرش. أعطيت هؤلاء كل واحد قرشة، والقرش الصاغ هذيك الأيام، هي قبل 40 سنة والله، يمكن أكثر شوي. كان القرش الصاغ في مصر له قيمة، ما مثل الآن. كان الأسرة كلها، أنزل كنت في بيت خالي أنا وأسرتي وأخي وأسرته والجماعة كلهم بثلاث تعريفات، نأتي بطبق فول يشبع الجميع على الفطور، شيء رخيص. أخذوا القرش والله ما اهتموا بي ولا نظروا إليه، مع أنه هذول الملاليم يفرحون بها. مع ذلك غلبتني شفقتي على بناتي، ما استطعت أن أعطيهم ولا فرحوا بالقروش. رجعت بعد ذلك وجدت أحد هؤلاء الأولاد يدلني على البياع، ويبدو أنه أنفق القرش اللي دفعته إليه. اشتريت له، جاء واحد ثاني ثالث، جمعوا 9 أولاد. عملتها يومئذ سنة 947 حديثا في الإذاعة، ما مثل الآن. كنا أحاديث الإذاعة بين قوسين، أحاديث الإذاعة يكلفوننا بها قبل شهر أو 3 أشهر، نكتبها ونعدها ونصوغها صياغة ثم نلقيها، والوقت كان أوسع من الوقت الآن صرت إشي أحكي اللي بيطلع معي، أحيانا بيطلع شيء مقبول وأحيانا بيطلع شيء مردود، وأنتم يعني أنتم وكرمكم تقبلون أو تردون، تمدحون أو تذمون، الله يسامحكم على جميع الأحوال. اجتمعوا 9، اشتريت لهم. لا أزال أتصور إلى الآن الفرحة التي بدت على وجوههم. أولاد فقراء هناك يقعدون في عشش على طرف النيل، فقراء جدا، ويعني ثيابهم قذرة وأجسادهم ما هي نظيفة. الفرح هذا الذي رأيته على وجوههم انعكس علي، أشرقت نفسي. والله وجدت مكافأة، يمكن لو أعطيت 50 جنيها في تلك الأيام، اللي ما كان راتبي فيها بالطبع وأنا في القضاء يبلغ هذا، ما كنت أفرح مثل الفرحة هذه. الآن اقترب العيد. أنا في كل سنة أدعو إلى شيء،
وأعيده، لكن أنني كوني أعدته ما ينفي أنه حقيقة مطلوبة. تذكرون لما كنت أدعوكم، الدعوة هي قديمة من أيام من الشام قبل ما أجي هنا بالإذاعة، كنت أتحدث من قديم. فكل ما جاء رمضان أدعو الأمهات وأدعو السيدات والنساء أرق عاطفة وأقرب إلى القبول. قبول ما أقول تروح تفتح خزانتها وتنظر أعيدها، بتقول تعيدها كل سنة، لك أعيدها على السنة هذه. ألا تأكلون تمضغون وتبلعون مثل ما كنتم تأكلون قبل 10 سنين؟ فتكرار الأطعمة، تكرار مرور الأيام لا يجعل هذا الجديد قديما، لأنه هذا أمر يتجدد. في مسائل تذكر دائما وتعاد دائما ولو مل السامعون، لأن سبب ذكرها لا يزال قائما. أقول هذه الدعوة القديمة أنه تنظر، أذكر بها الآن كل امرأة في ثيابها وثياب زوجها وثياب أطفالها. لك في أشياء كثير اليوم ما تحتاج إليها. أنا أعرف ممن أعرف من الناس من أقربائي ومن ذريتي وشي ما ليسوا من أصحاب الملايين، لكن كل واحدة عندها والله من ثياب أولادها شيء كثير زائد عنها، ما عاد يلبسوا. الصغير كبر عن الثوب أو صغر الثوب عنه، هي عندها ثياب تغير زيها ما عادت تلبسها. لك الثياب هذه اللي أنت مللت منها ومل منها ولدك، هذه ربما يجدها واحد آخر ثوب العيد. تصدقون بالله، وأنا ما في مانع الإنسان يذكر، أنا نشأت في أول الأمر والدي كان يعني يعيش في سعة بحمد الله، توفي ظهر بأن هذا كله يعني ديون عليه للناس وفيناها. عشنا سنوات حياة فقر، والله كنت راح أشتري الثياب الأحذية العتيقة المستعملة. عندنا سوق اسمه سوق الزرابلية، بياخذوا الحذاء القديم بيلمعوه بيصلحوه بيعملوا. فكنت أنا وأنا طالب في صف الشهادة الثانوية ألبس من الحذاء هذا وأجده أفرح به إذا وجدته. هلا واحد جاء طرق علي الباب وقال لي والله أنا هل يبدلون سياراتي، ما بدي من أحد شيء، مو أقول هذا مثالا لأحد يعطيني، لا ما أريد، لكن أضرب مثالا. لو واحد اللي يبدل كل سنة سيارته طرق الباب على إنسان ما عنده سيارة أو عنده سيارة قديمة، قال له والله هي السيارة موديل قبل سنتين، طراز قبل سنتين، أنا مللت منها، تفضل خذها، ألا يفرح بها؟ هذه الثياب التي مللتم منها مل منها زوجك ما عاد لبسها. يمكن في رجل آخر إذا وصلت إليه يتخذ الثوب ثوب العيد ويفرح به، وهذا أمر واقع. عملوها هي كل سنة، كنا نجمع هذه الثياب حتى بعدين تألفت في الشام. عندنا والله من الكتاب في المحكمة وبعض الإخوان من الزملاء شاركوا فيها وعملوا هذه لجنة وكلفوا من يدور فيجمع هي، وعملوا قوائم ووزعوها. كان عملا من أطيب الأعمال ومن أحسنها. اليوم خطر ببالي خاطر جاي بمناسبة اللعب هذه التي ذكرتها الآن، هل يجب حرمان أولاد الفقراء من اللعب؟ هل اللعب قاصرة فقط من حق أولاد الأغنياء فقط؟ هذاك مو من حقه أن يلعب؟ لماذا لا تصل إليه لعبة في العيد؟ هلا قديما كانت اللعب على أيامنا السيارة هي مربطة ببعضها بشكل من المعدن هيك. لما تقدمت وترقت الدنيا صارت تمشي هذه بزنبرك، شو بتسموه هذا، نديره هيك، ثم تمشي وحدة، بعدين صارت تدور تلف وتدور، صار اختراعا جديدا. اليوم اللعب تقدمت. عندنا تحت بيتنا في أجياد في بائع كان يشتغل أولا كان بقالا ثم بدل، اليوم يبيع اللعب. أمر أمامه فأرى أنواع من اللعب عجيبة، وبعضها
وبعضها والله أنا أشك في أنه حلال. هلا لعب التماثيل كلمة على الهامش، التماثيل محرمة، لكن استثنيت منها لعب البنات حتى تتعلم البنت تشعر، تتدرب على الأمومة. سيدة عائشة كانت تلعب بالبنات، البنات يعني لعب. شو اللعب اللي فيها؟ قطعة قماش يلف كيفما كان ويوضع في داخله قطن أو شيء، يعني شكل على شكل. اليوم لا، اليوم صارت لعب. لك والله قلت لكم أظن أو ما قلت نسيت، رأيت مرة إحدى حفيداتي لها طفل صغير، وضعته على السرير وإلى جنبه لعبة من اللعاب، والله ظننت أنهما طفلان. لك على شكل بني آدم، لعبة شكلها مثل شكل الناس، في وحدة بفمها هذا مصاص اللي يوضع للأطفال، إذا سحبته تبكي، لك تبكي مثل بني آدم. بعضها تتكلم، بعضها يمشي. طيب هذه هل نعتبرها مثل لعب الأطفال الجائزة أو ينطبق عليها أصل الحكم أنه التماثيل محرمة؟ والله ما أدري، لكن صرت الآن أميل إلى القول بتحريمها. الخلاصة أنه تفقدوا أولاد الفقراء ببعض هذه اللعب. والسلام عليكم ورحمة الله.